السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة طالعة معاكم كده، كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم يا رب. اللي مش مشترك في القناة ينزل دلوقتي ويفعل زر الجرس ويدوس على كلمة الكل علشان كل اشعارات الفيديوهات اللي انا بنزلها تجي لكم. النهاردة اول يوم رمضان، كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ثانية بس كده واحدة وانتم طيبين. احلى متابعين. بصوا النهارده طالعين كده مع بعض اول يوم رمضان طبعا. يعني دكر البط، يعني دكر البط. ما كناش هنعمل في المنيو بط على فكرة، بس جوزي جابه على اخر الوقت والله. دكر البط دوت جبته من كام يوم وحطيته في الفريزر، فطلعته بقى حطيته في المحلول. المحلول ده بعد ما نضفته طبعا وشلت الريش الصغير اللي فيه وكل حاجه، ونضفته من جوه وخليته زي الفل. بعد ما اصفيها اوريه لكم. بصوا جيت ان انا للاسف يعني، وجوزي متضايق مني جدا، جيت ان انا عشان افصل انا اولا بعمل البط بطريقه كده هتشوفوها معايا طبعا في الفيديو عشان ما نسبقش الاحداث. وتوه مني. جيت ان انا عشان افصل الجلد عن اللحم، انا بحبه كده. عشان اقتنع بس بغسيله ونظافته. السكينه جت في ايه؟ في الجلده كده فقطعتها. مش مشكله، ما فيش اي مشكله. وانا اعالج الموقف والدنيا تعدي وهنفطر بيه ومش هيقول لا يعني. تمام كده. والكبد والقوانص المحلول ده عباره عن ايه؟ عن اللي هو بصوا دوت روزماري او الزعتر لو عندكم. انا ما عنديش زعتر بصراحه، خلص. وليمون كتير على قد ما تقدروا، ولازم تسيبوا القشر علشان الزيوت اللي فيها بتنزل في الميه. وخل وملح ودقيق، تدوبوا كل المحلول الجميل دوت معاكم قبل ما تحطوا دكر البط. وبعد كده تحطوا دكر البط. المحلول ده لكل الطيور. تمام كده، متفقين. نيجي بقى ايه؟ للاخ المحشي دوت. المحشي ده على فكره ما بجيبش حاجه جاهزه من بره اللي هي متقوره والكلام ده. يعني مره واحده في عمري عملتها والله بجد، هي كانت كويسه بس انجزتني في الوقت. بس انا عشان انا جايباه من كام يوم، فكان عندي في التلاجة ومش عامله الكميه المهوله يعني بتاعت كل مره. انا عامله حله صغيره بس كده. انتوا عارفين الصيام مش اكلين فيه للدرجه. فعملت حله صغيره كده، هي يعتبر مقدار حله صغيره. بتنجان ابيض، والبتنجان اللي هو المخدد ده، وكوسه، وبتنجان اسود، وفلفل. تمام كده. عداني كده العيب مع الولاد. وادي طبعا الملوخيه. المنيو بتاعنا النهارده هكتبه لكم وهحطه لكم في صندوق الوصف، اللي هو عباره عن ايه. هعمل دكر البط والمحشي الخضار المشكل، وهعمل ملوخيه وشوربه لسان عصفور، وهعمل سمبوسك بالفراخ والجبنه وبالفلفل. تمام كده، فتابعوني. نشوف هنعمل مع بعض ايه. اللي بيعمل صوت جنبي دوت، لو انتوا سامعين الله اعلم سامعين ولا لا. انا بدمس لكم الفول يعني. انا بعمل، بصوا، بشتغل وبعمل فيديو ايه تاني. فاهمين قصدي؟ والله بعمل فيديوهين. تمام كده. فشوفوا بقى انا هعمل ايه. وعملت لكم الزبادي في الفيديو اللي قبله، وكل الحاجات الجميلة بتاعتنا دي. يعودها علينا وعليكم الايام يا رب بألف صحة وبألف خير، ولا مفقودين ولا تعبانين. وربنا يفك الكرب عننا كلنا، اللهم امين يا رب العالمين. كلكم تنزلوا في التعليقات وتكتبوا امين يا رب العالمين. فيلا تابعوني بقى، هنشوف هنعمل مع بعض ايه تاني. اطلع بقى، ابتدي ان انا اطلع الحاجات بقى من التلاجة. الفريزر عاملين مع بعض التخديعة ومقطعين مع بعض الخضرة. والحمد لله الحمد لله يعني، يعتبر الحاجة هتفك وتهدى، ونبتدي نعمل حاجتنا على براحتنا خالص. الساعة كام يا ام ادم لكل الدوشة اللي انت هتعمليها دي؟ الساعة 9 الصبح. فعندنا وقت فاضي ومريح والدنيا معنا تمام. تمام كده. فخليكم بقى معايا وهنشوف هنعمل مع بعض ايه. يبقى قلبي بصوا كده، حطيت برضو طماطمية كده صغيرة. وانا ايه ببشر التتبيلة بتاعتها البصل وكده. تعالوا بقى بينا هنصفي المية دي كلها وهشطفها، وهعصر عليها الليمونة الكبيرة دي. بصوا هعصر عليها الليمونة الكبيرة دي، لازم اعصر عليها الطيور ليمون برضو بعد ما اشطفه. تمام كده. فخليكم بقى معايا هنشوف هنعمل مع بعض ايه. حبايب قلبي بصوا كده، غسلت اهو دكر البط اهو، وزي الفل معايا وريحته تحفه. الحمد لله. بصوا انا اكتر حاجه بشمئز منها معلش في الكلمه والله، الطيور اللي مش نظيفه دي ما تقدرش، محدش يقدر ياكلها. بصوا انا هنا كده غسلته زي ما وريت لكم، ده ظهره، ودي الحته اللي اتقطعت مني وانا بفصل الجلد على اللحم. بصوا ده الروزماري اللي انا كنت حطاه في الميه. فاهمين قصدي؟ اهو. بتاع دوت وهو من جوه. بصوا انا فاصله اللحمه على الجلد اهو. اهو. ممكن ما بلاقيش بصراحه حد اهو. بصوا اهو، ده ليمون اللي جواه. وبصوا شلت الحاجات التجمعات الدمويه اللي هنا وزي الفل. هسيبه بس كده 5 بس كده لحد ما اتبل معاكم
اهي بصوا تنزل الميه بليمون دي كده اهو، نزل بس الميه ام ليمون. دي الكبده بتاعته والقنصه والرقبه اهو. بصوا المرتبه بتاعتها عباره عن ايه؟ عن بصل مبشور، جزرايه مبشوره، طماطميه مبشوره، وملح وفلفل وكزبره. كل الكلام دوت هدعكم مع بعض، محدش يزود تاني في البهارات او التوابل بتاعته. ملح وفلفل وكزبره بس، مع الجزرايه، بصلايه مبشوره، طماطميه مبشوره. حبايب قلبي كده خلصت اهو. حطيت المرت عليه، معلش ما كنتش عارفه ان انا اصور بجد بايد واحده. انت عارفين الصيام والدنيا، استنيت لحد ما جوزي جه ومسك لي التليفون. فهنا عباره عن المرته زي ما قلت لكم، عباره عن جزرايه مبشوره، طماطميه مبشوره، بصلايه مبشوره كبيره، لازم تكون كبيره، او بصلتين صغيرين، وليمون لازم تكتروا الليمون فيه. ما تعملوش كده عن المحلول، بس عشان انتوا عارفين البط ومشاكل البط. تمام. هو الحمد لله ما فيهوش ولا ريشه ولا الكلام ده كله. هبتدي بقى ان انا اكتف فيه، وعلى قد ما اقدر هلم كل اي حاجه، اي جروح انا عملتها له. بس اهم حاجه ابتدوا ان انتوا تفصلوا اللحمه عن الجلد. يعني عارفين لما تطعموا الحاجه كده طعمها بيبقى احلى والذ طبعا في الاكل. بتاع دوت. بس كده ان انا حطيت بقى الرقبه قسمتها على نصين عشان مش شكلها مش ظريف بصراحه. والكبده والقلب والقنصه، وتبلتها برضو بنفس المرته وحطيتها في قلبيها. التوابل بتبقى عباره عن ايه؟ ملح، فلفل، كزبره بس. ما تكتريش في اكل في البط بالذات في التتبيله علشان طعمه ما يغيرش معاكي، وانتوا عارفين. ابتديت ان انا انغز بقى الصدر من جوه، علشان انتوا عارفين الصدر لحمه سميك بخله او بتاعه الشيش طاووق. ليه؟ علشان ياخد من التتبيله. لو عاملاه قبله بيوم ما فيش مشكله عادي، كده كده المحلول اللي انت بتحطيه بيطري حته اللحمه بتاعه الطيور عموما. بس كده ابتدي. انا قلت لكم صح في الفيديو، ما حدش هياخد باله، مش عارفه ان انا بدمس فول. بتدمسي فول ازاي وانت بتقولي ان احنا في اول يوم؟ عشان واحده حبيبتي بدمس لها فول، علشان اول ما عرفت ان انا دمست الفول في البيت وما بقتش اجيب من المطعم، قالت لي انا ما بعرفش اعمله. قلت لها عينيا ليكي يا قلبي، ادمسهولك واكيسهولك كمان واوصله لحد باب البيت. بس كده. ادي البطايه هسيبها بقى اركنها على جنب، واخرط الملوخيه. وانتوا عارفين ان انا الملوخيه غسلاها ومنشفاها وزي الفل. اهي الملوخيه بتاعتي وناشفه من الميه، ما فيهاش اي نقطه ميه، وحط على المصفى اهي. بصوا الطاسه اهي ما فيهاش اي حاجه. ابتدي بقى ان انا احطها في الصينيه بتاعه الملوخيه، وابتدي ان انا اخرطها، وارجع لكم بقى هنشوف هنعمل مع بعض ايه، لان اليوم لسه طويل. وهصور لكم كمان كل الاحداث اللي هتحصل لحد ان شاء الله بامر الله، العصير، كل حاجه. فاستنوني وخليكم معايا حبايب قلبي. كده بصوا اهو، هبتدي ان انا الف السمبوسه كده، اللي هي اللي عند الفطاطر. بصوا طريه جدا جدا، احلى من بصراحه من اللي هي مغلفه دي. انا ما بحبهاش. شركه اللؤلؤه بتاع دوت. هنا دي بسطرمه، حبه بسطرمه كده لقيتهم عندي في الفريزر، فقلت كده اطلعها وافرم معاها حته فلفل كده خضراء. عايزين تحطوها سبايسي براحتكم. وعندي الجبنه اللي هي المثلثات، الجبنه النستون، قطعتها كده الواحده على 3. بصوا اهو كده. وهعمل بقى السمبوسك، ودي ميه بمعلقه دقيق عشان اقفل بس بيها السمبوسك. بصوا هلفها معاكم واحدتين، وانا هلفها مع نفس الباقي. حبايب قلبي كده هحشي معاكم اللي هي الجبنه، احطها هنا كده اهو. اعملها سمبوكسه كده اهي، انتوا شايفينها. مش عارفه الكاميرا جايه بقى قربه من ايدي ولا لا. اهو كده. وهوريكم برضو طريقه لف تاني لو ان دي متزهقكم. بصوا يمين وشمال وشمال ويمين لحد ما تيجوا عند اخر حته دي، وتقفلوها كده. ما عندكمش دي حطوا حبه نشا، ما عندكمش نشا اقفلوها بميه عادي، ما فيش حاجه هتقول لا. اهي كده. بصوا ادي كده، دي تاني واحده اهو. بصوا في لفه تاني، علشان انا هلف معاكم الاتنين دول وخلاص على كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا بتجيبوا اخر واحده دي كده وتعملوها زي قرطاس. ثواني كده اهي كده اهو، ماشي اهو القرطاس ده كده. تعبوها بقى واحده نستون كده او جبنه، على فكره بتبقى بالجبنه الحادقه. والله عملتها قبل كده بالجبنه الحادقه كانت جميله، اللي هي الجبنه القديمه. بصوا مفيش حاجه هتقول عليها لا، مفيش حاجه هتقول لا. العجينه هشه وجميله جدا جدا اهي كده. تقفلوا كل الاقفال بتاعه العجينه عشان ما تفتحش معاكم في الزيت عفوا. اهي بصوا جميله.
طبعا الجبنه باينه ان هي جبنه، والبسطرمه هتبقى باينه ان هي بسطرمه. هعمل بقى باقي الكميه كلها وارجع لكم تاني. حبايب قلبي بصوا بقى، علشان المبتدئين اللي ما بيعرفوش يلفوا السمبوسك، على فكره ممكن يكون حد كبير ومتوتك وكل حاجه بتطلع منه زي السكر من المطبخ، بس مش بيعرف يلف السمبوسك، عادي خالص ما فيش مشكله. تحطي حته الجبنه كده اهو، او الحشوه اللي انت هتحشيها. بصوا تعملوها كده اهو، اهي كده. بصوا الكاميرا اهي على ايدي، اهي كده. تتنوا على اخر الطرف بتاع السمبوسك وكده، ماشي. وتظبطوا بقى ايه اللفه كده. بصوا اهي تطلع اخر ليها اخر قفله. هتقفلوا كده برضو بالميه ام دقيق او الميه المنيشه او الميه بس. تقفلوا كده اهي. بصوا اهي احلى سمبوسه دي ولا ايه؟ بصوا كده الطبق اهو اللي انا لفاه. هلف بقى كل، ولما اوريكم برضو واحده بالبسطرمه، بس لما اجي عند دور البسطرمه. حبايبي خلصت كده كميه الجبنه اللي كانت موجوده. هدخل بقى ايه على البسطرمه بالفلفل، بتبقى طعمها تحفه. وجربوا بس كده الجبنه الحادقه، حطوا عليها زعتر وزيتون. زعتر وزيتون، فاهمين قصدي؟ بتبقى طعمها تحفه. الرخامه طبعا بتاعتي نظيفه، هي دي الميه بدقيق، عشان بس ايه محدش يقول لي الرخامه بتاعتك مش نظيفه. لا، الرخامه بتاعتي نظيفه وزي الفل، وكل ما بعمل حاجه انا بمسحها وبعمل غيرها. حبايب قلبي كده خلصت اهو كميه البسطرمه، كميه عفوا السمبوسك بالبسطرمه والجبنه. خلاص المغرب على اذان، فاضل ساعه الا ربع بالظبط. يا دوبك هحط المحشي دلوقتي على النار. بصوا صحيح المحشي اهو، تعالوا كده اهو. المحشي كده اهو. عملت شويه علشان انا ما كنتش قايله لكم على باقي المنيو خالص. حمايه بكره جاي يفطر معايا، وعملت زودت المحشي. عملت نص الحله كرنب، والنص التاني ورق عنب، ومقطعه تحتيه ليمون، ومقطعه طماطم، ومقطعه بصل. تمام، الريحه تحفه. بألف هنا وشفا. ادي الخضار اهو، الكوسه والبتنجان والفلفل. والحمد لله على كده. هعمل بقى الشوربه وابتدي ان انا اسوي في الاكل، فخليكم معايا وهنعمل حاجه حاجه. حبايب قلبي كده خلاص بقى، سبته حوالي نص ساعه كده في التتبيله. يلا بينا نسلقه. هقول لكم بقى على الحاجه اللي انا بسلق بيها. بصوا انا كتفت دكر البط. البقره دي اولا خيط التخين ده سايبالي تكتيف الطيور والحاجات دي في المطبخ، مش بخيط بيه ولا اي حاجه. بصوا كتفت دكر البط كده، لان بصراحه ما بيبقاش منظره ظريف، والحاجه مش متكتفه او مش متربطه بتطلع كده مش عارفه، مش شكلها ما بيبقاش ظريف. هنا عندي طماطمايه، بصلايه، باقي الجزرايه اللي انا بشرها لان كانت كبيره قطعتها كده للشوربه. هنا ورق لورا، حبه فلفل اسمر او حبه فلفل اسود زي ما انتوا المسمى اللي بتسموه. حبه كزبره ناشفه بتمنع الزفاره وجميله. هنا ده فلفل اسمر حصى، او فلفل اسود برضو حصى، اللي هو ده الهيل او الحبهان. او في ناس بتقول عليه هيل وفي ناس بتقول عليه حبهان، فالمعرف عليه عندنا هنا في مصر بنقول عليه حبهان. وده ورق لورا او ورق غار. ودي حتة جوزة الطيب صغيرة كده بتدي نكهة للشوربة حلوة. ودي نص عود قرفة صغير. تمام كده. ما حطيتش اهو ملح، انا ما حطيتش اهو ملح. احط الملح في 3/4 كده سوا للدكر البط. وكمان انا في التتبيله بتاعته حاطه له ملح، فاهمين قصدي؟ اهي الميه غليت. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل بالبصلايه والطماطمايه والجزرايه، وهنا الفلفل الاسمر والكزبره وورق الغار او ورق اللورا والحبهان او الهيل وفلفل اسمر وكزبره وجوزة الطيب. تمام كده. اللي عايز يحط بلحة جوزة الطيب كاملة يحطها. كل النكهات دي بتدي للطيور طعم حلو جدا في الشوربة. تمام. هنسمي بسم الله الرحمن وهننزل دكر البط في الشوربة. بصوا كده يا حبايب قلبي، انا اهو نزلته. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني بصوا الشوربة بتاعته منجمة ازاي. اللي بيستعمل الشرب بتاعة الطيور براحتكم، انا مش بستخدمها خالص، بس انا بوريكم يعني ان احنا منضفينه. الدسم بيبقى في الطيور، مش شرط يا جماعة ان احنا نسيب الدهنة الصفرة دي، بتعمل زفارة جامدة جدا.
ودهن البط والكلام ده كله. هو اللحم نفسه بيبقى دسم، يعني بيبقى فيه حتة لحمة لما بنجيبها من عند الجزار حمرا سيرف وتقولك عملت شوربة حلوة. مش شرط ان احنا نحط كمية الدهون علشان نقول عملت شوربة، ده كده غلط بصراحة. انا من وجهة نظر المتواضعة غلط، والله اعلم برضو. انا سمعت كلام الدكاترة في حاجات كتير جدا بيجوا على اليوتيوب وفي التلفزيون، بيقول لك الشوربة بتاعت الطيور عموما، الحاجات اللحوم والكلام ده كله المفروض ان هي ما تتاكلش، بس كل واحد حر، كل واحد حر. تمام كده. انا هو زنقته بالعافيه والله في الحله، وكده بيبقى احسن بحيث ان هو ما يبهوقليش في الحله والكلام ده كله. فهو بيستوي، هسيبه يتسلق براحته. هو بصوا انا واثقه عشان منه ان هو مش كبير، مش هياخد وقت، حوالي نص ساعه. تمام. والحمد لله فاضل حوالي ساعه ونص على المغرب، فلسه قدامي الدنيا تمام. بتاع دوت. هحط المحشي على النار. بصوا هظبط الدنيا علشان الاكل لازم اعمله اخليه سخن. كده كده احنا ما بناكلش على اذان المغرب للدرجه، على ما بيصلوا المغرب ونتلموا مع بعض ومش عارف ايه، بيبقى اللي هو ايه خلاص بقى ان هو فاضل بيبقى المغرب بيأذن بقى له يجي ربع ساعه كان مأذن. فمش مشكله، ما نستعجلش على اي حاجه، هنلحق المغرب والدنيا تمام وهنفطر والدنيا معانا هتبقى حلوه يعني. انا مطلعه كيس مانجا من اللي انا مفرزاه معاكم من السنه اللي فاتت، هبتدي ان انا اعمله في الخلاط، بس هعمل عصير مانجا ده مختلف تماما تماما تماما، وطعمه هينقلكم في حته ثانيه بجد. طعمه حلو جدا وهيبقى مغذي، وطعمه هيبقى غني كده. فخليكم معايا وتابعوني، هنشوف هنعمل مع بعض ايه. والزبده كر البط بقى مع نفسه. تمام كده حبايب قلبي، كده خلاص اهو. حطيت المحشي عملت له الشوربه بتاعته، وحطيت اهو الخضار على البوتاجاز، وادي المحشي الورق العنب والكرنب اهو بيستووا كده مع نفسهم. وعملت شوربه لسان العصفور اهو، وبعمل عصير المانجا. عصير المانجا ده عليه ايه بقى؟ اكيد باين، موز. بصوا الموز بالمانجا بيدي طعم حلو، طعم غني، قوام حلو. بصوا مش قادره اقول لكم فظاع يعني. دول انا مطلعه من الفريزر 3 مانجات طبعا، وكل العيال هتشرب عصير مانجا ده اكيد، علشان بصراحه احنا بقالنا كتير ما عملناش عصير مانجا. فطبعا انا مش هطلع تاني من الفريزر لاني مش قادره خلاص. انا نفسي بس في كده في نص ساعه اقعد فيها والله بجد. فهعمل كده الشفشق كده الذره اهو، حطيت عليه السكر اللي على الرغبه اللي احنا بنحبها، سكر زياده سكر خفيف براحتكم، وفي ناس بتعمله بالعسل. انتوا راحتكم وانتوا مزاجكم، الاكل دوت اذواق، احنا بندي افكار لبعض وبناخد من بعض افكار والدنيا تمشي ومش مشكله يعني، مش هتقف على حاجه. ممكن في حد يقول لك يستغرب عصير المانجا بالموز، بس انا بعمله كتير جدا جدا، بيبقى تحفه 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 بجد. حاجه بتكمل حاجه، فمديكي ميكس طعمه حلو. فخليكم بقى معايا. هعمل بقى الملوخيه مش هعملها معاكم لان عملتها معاكم اكتر من مره. فخلاص كده بقى انا يعتبر اهو ثواني. دكر البطه واستوى لحد ما اتهرق. احنا بناكل اللحم مهري بصراحه. هعمل له ايه بقى للوش عشان يتحمر؟ حبه صلصه وحبه زيت وحبه ملح وفلفل، وهدهن الجلد بتاعه وهدخله الفرن. الشوربه ما استغليتهاش، ما عملتش بيها اي حاجه لان بصراحه احنا مش بناكلها. تمام كده، ده عصير المانجا اللي وقع عليها. خليكم بقى معايا وهنشوف هنعمل مع بعض ايه. حبايب قلبي تعالوا بينا بقى نصفي العصاير. بصوا عصير المانجا هناك اهو خلاص كده اتضرب و100 فل و10، مش عايز يتصفى لان انا بشيل من المانجا القشر. تمام. وادي دكر البط اهو، حطيت عليه معلقه صلصه كبيره وملح وفلفل وزيت وبس كده خلاص. ادي بصوا الطمر اهو اللي انتوا خايفين منه. بصوا اللهم بارك اللهم بارك، ده كده يعني تقيل. لو ان انتوا حبيتوا ان انتوا تزودوه شويه ميه كمان، فاهمين قصدي؟ اهو بصوا لسه مطلعه من التلاجة حالا. فاهو المحشي تعالوا نشوفه بقى مع بعض. اكيد استوى خلاص كده، المحشي خلاص استوى. انا احلى حاجه بصوا بعملها معاكم ايه؟ ان انا ما بفضيهوش خالص من الشوربه. ليه يا ام ادم ما بتفضوش خالص من الشوربه؟ عشان لو اتبقى لتاني يوم بعرف ان انا اسخنه اكنه معمول طازه، ولا بزود له ميه من الكتل ولا ميه سخنه ولا الكلام ده كله. بصوا بتبقى شوربته نفسها، والله شوربته نفسها الخضار ده بيبقى طعمها تحفه تحفه تحفه. بس كده انا كده بقى ايه، هصفي العصير ده خلاص هحطه في دوره.
والعصير دوت هصفيه دلوقتي وهرجع لكم تاني بقى ايه. عندي وادي الملوخيه اللي انا مخرطاها معاكم من امبارح، فاستنوني بقى عندي تقديم الاكل لان ما بقاش فيه وقت. حبايب قلبي كده سفرتنا خلاص، المغرب اهو اذن، وانا قلت لكم والله ان انا هغرب في الاذان بيأذن. بصوا ورق العنب التحفه الحمد لله مش مطلع منه رز، والسمبوسه كهي احنا عملناها مع بعض يا دوبك انا قالتها. المحشي اهو ذكر البط الجميل المتين الفظيع بطل الله السفره. كل سنه وانتم طيبين. اللي مش مشترك في القناه رجاء وليس امر يشترك فيه. بصوا ده التمر اللي احنا عملناه مع بعض اللي محشي مكسرات، وده المخلل التحفه، ودي سلطه لبن على فكره مش سلطه زبادي عشان ورق العنب. كل سنه وانتم طيبين يا احلى متابعين، وربنا يديكم الصحه وطولة العمر. وتعالوا اوريكم عصير المانجا والكركديه حبايب قلبي كده خلاص اهو العصير. قدمت عصير المانجا اهو وعصير الكركديه اللي يشرب ده ولا اللي يشرب ده، والولاد طبعا في كوبايه رمضان. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.